وجدنا باب الشقة محل الواقعة مفتوح، وبالدخول وبعد المعاينة تم العثور على الأستاذ خالد عبد العليم سيد عبد الكريم مشير المحامي، فاقد الوعي ومصاب بجروح في رأسه. ووجدنا آثار عنف في الشقة، وبعد استجابة المجني عليه للإفاقة بدون إسعافات وبطلبه تحرير محضر رسمي، تم سؤاله ما يلي: أستاذ خالد، إيه اللي حصل بالظبط؟ الحقيقة يا فندم أنا مش فاكر بالظبط إيه اللي حصل. أنا كنت راجع على البيت من الشغل، روحت بيتي ولسه كنت بفتح باب الشقة حسيت إن في حد ورايا. ملحقتش ألف، ضربني على راسي ووقعت على الأرض. مفوتش غير لما الأمين كان بيصحيني. حضرتك كنت لوحدك؟ مظبوط. تتهم مين يا أستاذ خالد؟ أنا بشتغل محامي، يعني كل قضية يجي معاها خصوم، بس ما اقدرش اتهم حد بعينه. مفهوم. النيابة هتبعت البحث الجنائي علشان يرفع بصمات الشقة وكمان تمام. انا بس كنت عايز اثبت ضمن المسروقات ساعة ماركة باتيك فيليب ومبلغ مالي بسيط حوالي 10,000 جنيه. قفل المحضر ومضي الأستاذ. من فضلك عايز اعمل تحليل. تحليل ايه؟ دي حادثة؟ بس بسيطة الحمد لله. طيب استأذن حضرتك تتني دراعك كده بالظبط. انا دايما بتلخبط، هو الغطا الاخضر ولا الغطا الموف هو اللي فيه البوتاسيوم اديتيف؟ هو الموف ده هو الكي اديتيف فعلا، بس احنا مش محتاجينها في تحاليل حضرتك. هو حضرتك دكتور ولا ايه؟ لا. اوكي. طيب متشكر قوي.